حصة رقم 3 علوم الصف الأول الإعدادي الوحدة الأولى المادة الدرس الأول تركيب الذرة. وحشتوني كتير يا سنة أولى. النهاردة هناخد حصة رقم 3 في الدرس الأول تركيب الذرة، وعنوان الحصة الرموز الكيميائية للعناصر. عندنا عناصر يا سنة أولى زي مثلا الأكسجين والهيدروجين والنيتروجين، وزيهم كتير من العناصر اللي عليكم دراستهم. العلماء اتفقوا إن كل رمز من دول، يعني كل عنصر من دول يدوله رمز معين. يعني مثلا الأكسجين يرمزوا له بالرمز O، الهيدروجين بالرمز H، النيتروجين بالرمز N، وهكذا. فاتفق العلماء عن التعبير عن العناصر اللي موجودة واللي عليكم دراستها أو غيرها من العناصر هتدرسوها بعدين، إن هو كل عنصر يدوله رمز معين، طبعا لده تسهيل الدراسة، لتسهيل التعبير عنها. بمجرد ما تحفظ الرمز خلاص كده بقى سهل عليك إن أنت تجيب عنصر إيه. يعني مثلا أقول لك O تقول لي أكسجين، H هيدروجين، N مثلا نيتروجين، وهكذا. مثلا هتاخد الفلور F، الكلور Cl، الكلور Cl. تمام. فهو كل عنصر موجود عندنا يا سنة أولى العلماء اتفقوا إنه يحطوا له رمز لتسهيل الدراسة، لتسهيل التعبير عن العنصر ده. لما أقول لك زي ما اتفقنا O أكسجين، H هيدروجين، N نيتروجين، الرمز بيبقى سهل. فالرمز يا سنة أولى إعدادي بيكون أسهل كتير، يعني من إن أنت تكتب أكسجين، هيدروجين، نيتروجين باللغة العربية، بيبقى ليه رمز، بيبقى أسهل كتير من إن أنت تكتب لفظ أو كلمة كبيرة تجيل عليك مثلا باللغة العربية. لا، الرمز بيكون أسهل. تمام. وخاصة بعد كده يا سنة أولى إن أنتوا هتاخدوا حاجة اسمها معادلة كيميائية. المعادلة الكيميائية دي مثلا أنت معلكش الكلام ده، بس أنا هفهمك يعني معادلة كيميائية. معادلة كيميائية مثلا بدل ما تكتب كربون زائد زائد أكسجين سهم يدينا مثلا كذا، بيبقى الأسهل إن أنت تعرف رمز الكربون مثلا هناخده شوية كده سي، الأكسجين أو. الرموز أسهل كتير في معادلة كيميائية كبيرة زي اللي أنتوا شايفينها دي. بدل ما نفضل نكتب كربون زائد أكسجين هيدينا كذا، فالأسهل لينا إن إحنا مثلا نكتب كربون سي زائد أكسجين أو. فالرمز يا سنة أولى إعدادي أسهل بمراحل، أسهل بمراحل. بدل ما تفضل تكتب بقى أكسجين ونيتروجين وغاز ثاني أكسيد الكربون، لا، بيبقى فيه رموز بتبسط لك الدنيا. تمام، بتكون بسيطة بالنسبة لك. فحاليا يعني بعد ما نخلص الجزئية دي هناخد جدول للعناصر اللي عليك بالرمز بتاعها وعليك حفظه، مهم جدا. يعني زي ما اتفقنا أكسجين أو، هيدروجين اتش، نيتروجين ان، وناخد باقي العناصر اللي عليك حفظها كلها، لازم يتحفظوا. لأنه في الامتحان هيجيب لك مثلا رمز الأكسجين تكتب أو، هيدروجين اتش، نيتروجين ان، فلور اف، وهكذا. وممكن يعكس مثلا يقول لك سي ال اللي هو مين؟ الكلور. فالرموز دي مهمة، حصة تأسيسية سنة أولى ومهمة جدا بالنسبة لك، تفضل أولى وثانية وثالثة إعدادي وثانوي مكملة معاك. طيب يا مس دلوقتي أنا هعتمد وأنا بكتب الرمز على نطقي باللغة الإنجليزية، هعتمد على نطقي باللغة الإنجليزية ولا في لغة تانية أنا هعتمد عليها؟ بصي يا سنة أولى، عندنا لغتين هنعتمد عليهم. عندنا اللغة الإنجليزية واللغة اللاتينية. طب إمتى ناخد دي وإمتى ناخد دي؟ لو أنت عندك عنصر في اللغة الإنجليزية في الإنجليش ابتدى بالأو، وفي اللاتيني ابتدى بالأو، هناخد الأو طالما الاتنين اتشابهوا بالإنجليش وباللاتيني. أو هناخد أو. طب مثلا عندنا عنصر اتش بالإنجليش وباللاتيني اتش، هناخد اتش. عندنا عنصر اس بالإنجليش واس باللاتيني، هناخد اس. يبقى لو اتفقوا في الإنجليزية وفي اللاتينية خلاص هناخد نفس الرمز، اس واس ناخد اس، او ناخد او، ان وان ناخد ان. طيب لو اختلفوا، يعني مثلا بالانجلش بي او وباللاتيني كي، هناخد باللاتيني. اللاتيني هيفوز على الانجليزي اللي هي اللغه الانجليزيه اللي هو بالانجلش، مالناش دعوه بيه دلوقتي طالما اختلفوا. رمز العنصر يشتق من اللغه اللاتينيه، رمز العنصر يشتق من اللغه اللاتينيه. يعني خلاص، يعني مثلا عندنا في الانجليش مثلا اس وعندنا في اللاتيني او، يبقى هنعتمد طالما اختلفوا
طالما اختلفوا يبقى هناخد باللاتيني رمز العنصر يشتق من اللغة اللاتينية، رمز العنصر يشتق من اللغة اللاتينية. طب يا مس لما اجي انا دلوقتي فهمت حضرتك ان احنا عندنا انجلش وعندنا لاتيني، لو اتفقوا اس واس هاخد اس، لو اختلفوا اس بالانجلش مثلا واو باللاتيني هاخد او باللاتيني، رمز العنصر يشتق من اللغة اللاتينية، رمز العنصر يشتق من اللغة اللاتينية، اللاتيني هيفوز. تمام. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. اكتب ازاي رمز العنصر؟ اكتب يعني مثلا حضرتك تقول لي اكتب اس، اكتب اس عادي كده ولا اكتبها كابيتال ولا اكتبها سمول؟ طب مثلا اكتب رمز العنصر ام مثلا جي، اكتبها كده اكتب بالكابيتال ولا السمول يا مس فاهمين، ولا اكتب اي حاجه وخلاص؟ طبعا انتوا عايزين اي حاجه وخلاص انا عارفه، طبعا مش هينفع، في قواعد عشان نكتب بيها الرمز. هنكتب رمز العنصر يا سنه اولى بالكابيتال، يعني مثلا اقول لك اكتب لي اس، تكتب لي اس بالكابيتال كبيره، اديها فخامتها، اديها برستيجها، لازم الرمز يتكتب بالكابيتال. اكتب لك اقول لك اكتب لي ام تكتبه بالكابيتال، دي تكتبها بالكابيتال. تمام. يبقى في رموز، في قواعد اختيار وكتابه رموز العناصر، في قواعد لكتابه الرمز، ان احنا بنكتب الرمز بالكابيتال بنكبره، بندي للرمز كده برستيج هيبته. تمام. طب يا مس لو انا عندي للاسف هحفظ حرفين مش حرف واحد، لو انا هحفظ حرفين اكتبهم ازاي؟ هنكتب يا سنه اولى الاول كابيتال والتاني اسمه، الاول كابيتال التاني اسمه، الاول كابيتال التاني اسمه، لاني ساعات هكتب رمز واحد وساعات هكتب رمزين، ساعات هكتب حرف واحد ساعات هكتب حرفين، فانا اميز بينهم ازاي؟ عادي لو هو حرف واحد هيتكتب بالكابيتال، لو هو حرفين اول حرف كابيتال والتاني اسمه، الاول حرف كابيتال والتاني اسمه. طب تعال نشوف كده مع بعض الكلام ده ازاي هنكتبه. احنا اتفقنا يا سنه اولى ان الحصه بتتكلم على رموز العناصر، وبتبدا قلنا عنوان حصه رقم 3 الرموز الكيميائيه للعناصر. هنكتب يا سنه اولى اتفق العلماء عن التعبير عن العناصر برموز كيميائيه، كل عنصر هنديله رمز، كل ده ليسهل التعبير عنها. يبقى سهل مثلا اقول لك تقول لي يا مس سهل اكسجين ان نيتروجين اتش، ده بالسهوله يعني بيبقى سهل بالنسبه لنا الرمز، بدل ما نفضل نكتب اكسجين وثاني اكسيد الكربون والنيتروجين، وانتوا اساسا يعني في اللغه العربيه الكلام اللي بالعربي التجيل اللي عليكم ده ممكن تنسوا حرف حرفين. تمام. فالاسهل اللي هو رمز ليسهل التعبير عنها والتعامل معها، وخاصه في المعادله الكيميائيه. المعادله الكيميائيه خدنا فكره عنها هنا لما قلت لك كربون زائد اكسجين يدينا كذا، صعب بالعربي، لكن بالرموز الدنيا تبقى كويسه، كربون سي اكسجين او، ويبقى سهل في المعادله الكبيره اللي هندرسها بعدين يا سنه اولى. يبقى احنا عندنا هنا حصه رقم 3 الرموز الكيميائيه للعناصر، نكتب اتفق العلماء عن التعبير عن العناصر برموز كيميائيه، اتفق العلماء عن التعبير عن العناصر برموز كيميائية. اتفق العلماء عن التعبير عن العناصر برموز كيميائية ليسهل التعبير عنها والتعامل معها، وخاصة في المعادلات الكيميائية، لو معادلة كبيرة بتجمع أكتر من عنصر أكسجين كربون نيتروجين سهل إن أنا أكتبهم برموز، يبقى ده لسهولة دراستها، لسهولة التعبير عنها، لسهولة التعامل معها، يبقى لسهولة نكتب له كده الإجابة لسهولة التعبير عنها والتعامل معها، وخاصة في المعادلات الكيميائية، وخاصة في المعادلات الكيميائية. لسهولة التعبير عنها والتعامل معها، وخاصة في المعادلات الكيميائية. طيب
اكتب الرمز كده وخلاص، ولا في قواعد نمشي عليها؟ في قواعد نمشي عليها يا مس. القاعده دي ان احنا بنكتب الرمز بالكابيتال، ولو هو حرفين بنكتب الاول كابيتال والتاني سمول. ففي قواعد كتابه رموز العناصر. وعرفنا ان احنا عندنا لغتين، لغه انجليزيه ولغه لاتينيه، بس احنا لو هم اتفقوا ناخد نفس الرمز اس واس ناخد اس، لو هم اختلفوا بناخد اللاتيني، لو هم اختلفوا بناخد اللاتيني. يشتق رمز العنصر من اللغه اللاتينيه. طب تعال نشوف الفلور. طبعا الرموز اللي انا هقولها دي انت هتحفظوها، عشان كده مثلا ما حدش يقول لي المس جبت الرمز ده منين، جبته من وحي خيالها. الرموز دي عليكم حفظها يا سنه اولى. مثلا اقول لك اكتب لي اف، حد شاطر بيقول لي مس لو سمحتي اف بالكابيتال، الفلور اف. طيب مثلا نيجي اللي بعديها كالسيوم، اقول لك اكتب لي سي اي، يبقى السي بالكابيتال والاي بالسمول، سي بالكابيتال والاي بالسمول كده، الاول كابيتال والثاني سمول. كربون اقول لك اكتبي كربون بالسي، يبقى السي بالكابيتال. نيتروجين طبعا ان بالكابيتال، خلاص اتفقنا احنا نكتب بالكابيتال. كلور طب سي ال، يبقى سي بالكابيتال وال بالسمول. طيب الكروم اقول لك سي ار، يبقى سي بالكابيتال والار سمول. تمام. طبعا ساعات بتكتبوا رمز وساعات تكتبوا حرف وساعات تكتبوا حرفين، ساعات تكتبوا رمز وساعات تكتبوا رمزين. طبعا يا سنه اولى انتوا عايز انا عارفاكم طبخكوا وعجنكم، انتوا عايزين رمز واحد بس. حكايه حرفين دي مش قادرين تبلعوها، مش قادرين. يبقى احنا عايزين يا اما نكتب حرف يا اما نكتب حرفين. تمام يا مس. هو انتوا ليه لسه ما اشتركتوش في القناه لغايه دلوقتي ليه؟ دوس اشتراك. يبقى احنا عندنا كده ساعات نكتب حرف وساعات نكتب حرفين. وعرفنا بنكتب بالكابيتال، ولو حرفين الاول كابيتال الثاني سمول. طبعا هم عملوا موضوع حرفين دول يا سنه اولى لان عشان يميزوا بين العناصر. في كتير من العناصر بتشترك في الحرف الاول. على مالك يمس علينا شكرا مش فاهمين حاجه. يعني كتير من العناصر بتشترك في الحرف الاول. يعني شايفين الكالسيوم اوله سي، الكلور اوله سي، الكروم اوله سي. فهم هيضطروا اجباري انه يضيفوا حرف تاني. فهم اجباري لازم يضيفوا حرف تاني يا سنه اولى عشان يميزوا بين العناصر. طب انت كده اهدى وقول لي لو دي سي ودي سي ودي سي، لو انا اخترت حرف واحد بس سي وسي وسي، طب انا هعرف ازاي الكالسيوم من الكلور من الكروم؟ بس معلش اديني تاني حرف تاني عشان الموضوع يبقى سهل. مثلا سي ار كروم، سي ال كلور، سي اي كالسيوم. فالحرف التاني ده بيساعدك انت عشان تميز بين العناصر، لان في كتير جدا من العناصر بيبداوا بنفس الحرف، فيقل يميز لك الحرف التاني. يبقى هنا لازم في بعض العناصر بنكتبها حرفين او رمزين، لان في كتير من العناصر بتشترك في الحرف الاول، فالحرف التاني ده هيميز لك بين العناصر وبعضها، للتمييز بين العناصر وبعضها، للتمييز بين العناصر وبعضها. لما لقيت سي اي كالسيوم، سي ال كلور، سي ار كروم، وهكذا. خلاص. يبقى تتكون رموز بعض العناصر من حرفين. تتكون، نسجلها كده على جنب. تتكون رموز بعض العناصر من حرفين. ليه اشمعنى يمس حرفين؟ انتوا هتجننونا، اللي احنا كنا عايزين نعرف حرف واحد بس. ليه بتتكون رموز بعض العناصر من حرفين؟ هنكتب للتمييز بينهم، حيث ان بعض العناصر تشترك في الحرف الاول. انا حطيت حرف تاني عشان اميز بين العناصر، حيث ان بعض العناصر تشترك في الحرف الاول. يبقى نكتب للتمييز، حطيت حرفين للتمييز بينهم، للتمييز بينهم، حيث ان بعض العناصر تشترك في الحرف الأول، تشترك في الحرف الأول. مثلا عندنا كالسيوم سي اي، عندنا كلور سي ال، عندنا كروم سي ار. لو ده سي وسي وسي يبقى كده مش هينفع، لازم نحط حرف تاني عشان نميز بين العناصر. سي اي كالسيوم، سي ال كلور، سي ار كروم. تمام يا سنه اولى.
يبقى تتكون رموز بعض العناصر من حرفين، حطيت حرفين للتمييز بينهم، حطيت حرفين للتمييز بينهم، حيث أن بعض العناصر تشترك في الحرف الأول. طب تعال نكمل. لو أنا مثلا قلت لك بالإنجلش الكربون بالإنجلش سي وباللاتيني سي، يبقى ناخد سي. النيتروجين بالإنجلش إن وباللاتيني إن، يبقى ناخد الإن. الكلور بالإنجلش سي ال وباللاتيني سي ال، يبقى ناخد سي ال. الكروم بالإنجلش سي ار وباللاتيني سي ار، يبقى ناخد سي ار. طب تعال نشوف. صوديوم اس او، ده بالإنجلش. باللاتيني مش اس او، ان ايه. يعني الصوديوم بالانجلش اس او، وبقول لك باللاتيني ان ايه، يبقى ناخد باللاتيني، لان رمز العنصر يشتق من اللغه اللاتينيه. طالما اختلفوا يبقى خلاص ما تقعدش تفكر، هو خلاص يا سنه اولى هناخد باللاتيني، انتهى الموضوع. تمام. يبقى الصوديوم اس او، وبقول لك اس او دي نطقك بالانجلش، وبقول لك باللاتيني الصوديوم ان ايه، يبقى تقول لي باللاتيني على طول اجري باللاتيني ان ايه. يبقى الصوديوم ان ايه، ان بالكابيتال والايه بالاسمول. طب بوتاسيوم بي او بالانجلش وباللاتيني كي، على طول يا مس هات اللاتيني. خلينا كده نتعلم اشياء جديده. يبقى البوتاسيوم بي او بالانجلش وباللاتيني كي، يبقى على طول باللاتيني ناخد الكي. طيب تعال نشوف اللي بعد. الكي كتبتها بالكابيتال. طب يرمز لعنصر، تعال نشوف علل ده. يرمز لعنصر البوتاسيوم، بوتاسيوم ده نطقك بالانجلش بالرمز كي وليس بالبو. هو نطقناه بالانجلش اي سنه اولى بوتاسيوم، يعني اوله بي او. حطينا ليه بقى البوتاسيوم كي؟ ليه حطيناه بالكي؟ هنكتب له لان رمز العنصر يشتق من اللغه اللاتينيه، لان رمز العنصر يشتق من اللغه اللاتينيه، لان رمز العنصر يشتق من اللغه اللاتينيه، من اللغه اللاتينيه. يبقى البوتاسيوم بو مالناش دعوه بالانجلش، قال لك باللاتيني كي، بوتاسيوم كي باللاتيني، لان رمز العنصر يشتق من اللغه اللاتينيه. على فكره ممكن يجيب نفس السؤال، يقول لك مثلا يرمز للصوديوم بان ايه وليس اس او، صوديوم اس او. هنكتب لان رمز العنصر يشتق من اللغه اللاتينيه، لان رمز العنصر يشتق من اللغه اللاتينيه. ساعات نكتب رمز، ساعات نكتب حرف، ساعات نكتب حرفين. ساعات نكتب حرف، ساعات نكتب حرفين. نكتب حرفين للتمييز بين العناصر، حيث أن بعض العناصر تشترك في الحرف الأول. تمام. طبعا حطينا رموز للعناصر اللي موجودة عندنا ليسهل التعبير عنها والتعامل معها، خاصة في المعادلات الكيميائية الكبيرة اللي هتاخدوها بعد. تعال نشوف العناصر اللي عليكم حفظها بالرموز بتاعتها، كل عنصر بالرمز بتاعه، كل عنصر بالرمز بتاعه. ويلا يا سنة أولى. يلا يا سنة أولى ناخد العناصر بالرموز بتاعتها. تانانانا. كل دي عناصر برموز هتحفظوها ولسه ولسه ولسه، بس دول أشهر العناصر يعني اللي عليكم حفظها. يلا نبدأ. يلا هكتبهم بعد كده نغنيهم مع بعض والدنيا تبقى حلوة خالص. هيدروجين اتش، هيدروجين اتش. هيليوم اتش اي. زئبق اتش جي، زئبق اتش جي، زئبق اتش جي. اكسجين او، فرحانين انتوا بالاكسجين. فلور اف. حديد اف اي، خلي بالكم من الكابيتال والسمول. فوسفور بي، فوسفور بي، فوسفور بي. رصاص بي بي. كبريت اس، كبريت اس. سيليكون اس اي، سيليكون اس اي كابيتال وسمول. بوتاسيوم كي، بوتاسيوم كي، بوتاسيوم كي. مغنيسيوم ام جي، مغنيسيوم ام جي. ليثيوم ال اي، ليثيوم ال اي. خرسين او زنك الاثنين واحد، خرسين زنك، خرسين زنك. زت ان كابيتال وسمول. نيتروجين ان، نيتروجين ان. نيون ان اي، نيون ان اي، نيون ان اي. صوديوم ان اي، صوديوم ان اي، صوديوم ان اي. بورون بي، بورون بي، بورون بي. بريليوم، بريليوم، بريليوم بي اي، بريليوم بي اي. بروم بي ار، بروم بي ار.
طيب يود اي كربون سي، كالسيوم سي اي، كلور سي ال، نحاس سي يو، كروم سي ار، ارجون اي ار، ألمنيوم اي ال، ألمنيوم اي ال، ذهب اي يو، فضة اي جي، ذهب اي يو، فضة اي جي. تمام. هاي طبعا في حد رد عليا قال لي مش تمام خالص. هيدروجين اتش، هيليوم اتش اي، هيدروجين اتش، هيليوم اتش اي، زئبق اتش جي، زئبق اتش جي، اكسجين او، فلور اف، سهلين. حديد اف اي، حديد اف اي، فوسفور بي، فوسفور بي، فوسفور بي، رصاص بي بي، فوسفور بي، رصاص بي بي، كبريت اس، كبريت اس، كبريت اس، سيليكون اس اي، سيليكون اس اي، سيليكون اس اي، بوتاسيوم كي، بوتاسيوم كي، بوتاسيوم كي، مغنيسيوم ام جي، مغنيسيوم ام جي، ليثيوم ال اي، ليثيوم ال اي، خرسين او زنك ذات ان، خرسين او زنك ذات ان، نيتروجين ان، نيون ان اي، نيتروجين ان، نيون ان اي، صوديوم ان اي، نيون ان اي، صوديوم ان اي، نيون ان اي، صوديوم ان اي، بوروم بي، بوروم بي، بريليوم بي اي، بوروم بي، بريليوم بي اي، بروم بي ار، بروم بي ار. طيب يود اي كربون سي، كربون سي، كالسيوم سي اي، كلور سي ال، كربون. شايفين بيشتركوا ازاي في الحرف الاول؟ بصوا، فلازم احط حرف تاني للتمييز بين العناصر. كربون سي، كالسيوم سي اي، كلور سي ال، نحاس سي يو، كروم سي ار، نحاس سي يو، نحاس سي يو، كروم سي ار، ارجون اي ار، كروم سي ار، ارجون اي ار، كروم سي ار، ارجون اي ار، ألمنيوم اي ال، سهله، ألمنيوم اي ال، ذهب اي يو، ذهب اي يو، فضه اي جي، كأن الذهب ليك، شاور على نفسك، الذهب ليك انت، ذهب اي يو، فضه اي جي، ذهب اي يو، فضه اي جي. بسرعة، هيدروجين اتش، هيليوم اتش اي، زئبق اتش جي، اكسجين او، فلور اف، حديد اف اي، فوسفور بي، رصاص بي بيس، كبريت اس، سيليكون اس اي، بوتاسيوم كي، مغنيسيوم ام جي، ليثيوم ال اي، خرسين او زنك ذات ان، نيتروجين ان، نيون ان اي، صوديوم ان اي، نيون ان اي، صوديوم ان اي، بوروم بي، بريليوم بي اي، بوروم بي، بريليوم بي اي، بروم بي ار، سهله بروم. يود اي كربون سي، كالسيوم سي اي، كلور سي ال، نحاس سي يو، كروم سي ار، نحاس سي يو، كروم سي ار، نحاس سي يو، كروم سي ار، ارجون اي ار، سهله، المونيوم اي ال، سهله، ذهب اي يو، فضه اي جي. سنه اولى. مهمين جدا. العكس يعني تكتب مره كده العناصر باللغه العربيه زي ما انا كتبتها، بعد كده تكتب الرمز جنبها. وساعات تعكس، تكتب الرمز، يعني مثلا كي بوتاسيوم، ان جي مغنيسيوم، ال اي ليثيوم، زد ان خرسين او زنك، وهكذا. لان في الامتحان ممكن يقول لك مثلا اس اي، مين اس اي؟ العنصر بتاع اس اي سيليكون. مثلا كي بوتاسيوم، ان نيتروجين، بي فوسفور، ان نيتروجين وبي فوسفور. تمام. العكس يعني بالعربي وتكتب الرمز، بعد كده تكتب الرمز وتفسره باللغه العربيه ايه هو الرمز ده. طيب، عندنا حاجه سنه اولى اسمها الاسمده. المزارع بيكب على التربه عنده سماد، السماد ده بيحسن له الانتاج الزراعي. يعني في عناصر السماد ده بتكون فيه عناصر كيميائيه بتقوي مثلا الجذر، في عنصر كيميائي بيعمل على نمو النبات، في عنصر كيميائي يعمل على اخضرار الاوراق. تمام. فهو بيستخدم الأسمدة لتحسين الإنتاج الزراعي، يحسن الإنتاج الزراعي بتاعه، الجذر يبقى قوي، نمو النبات ينمو نمو صحي.
الزرع يبقى اخضر كده ومرعرع، تعدي على الزرع تقول الله اكبر، ده انا مرتاح نفسيا في المكان ده، انا مش همشي، انا قاعد هنا انا قاعد هنا شويه مش هتحرك. تمام. يبقى الاسمده هي عباره عن مركبات كيميائيه تستخدم في تحسين الانتاج الزراعي، المزارعين حاطين رقهم على سماد معين، في سماد معين مهم ومشهور اسمه سماد NPK. سماد NPK كل عنصر في السماد، يعني الN ليه أهمية والB ليه أهمية والK ليه أهمية. طب قبل ما ندخل على السماد ده، N اللي هو عنصر النيتروجين، B فوسفور وK بوتاسيوم. كل عنصر في دول يا سنة أولى موجود جوه السماد ليه دور، ليه أهمية في تحسين الإنتاج الزراعي. مثلا في منهم اللي بيقوي الجذر، في اللي بيخلي النبات ينمو نمو صحي وسليم، في اللي بيعمل على اخضرار اوراق النبات، وهكذا. تعال ناخد الاسمده، ممتعه جدا وسهله وبرده الجزئيه بتاعتها مهمه. هناخد دلوقتي يا سنه اولى الاسمده. عرفنا ان الاسمده دي الفلاح بيحطها على التربه بتخلي النبات يتحسن، يعني لتحسين الانتاج الزراعي. في اللي بيقوي الجذر، في اللي يعمل على النمو الصحي للنبات، في اللي بيعمل على اخضرار الاوراق. اهم حاجه ان الاسمده دي بتحسن الانتاج الزراعي. يبقى الاسمده مركبات كيميائيه تستخدم في تحسين الانتاج الزراعي، يبقى الاسمده عباره عن مركبات كيميائيه تستخدم في تحسين الانتاج الزراعي. الأسمدة مركبات كيميائية تستخدم في تحسين الإنتاج الزراعي. هناخد أهم أنواع الأسمدة. سماد NPK. يبقى أهم أنواع الأسمدة، أهم وأشهر أنواع الأسمدة سماد NPK. سماد NPK في 3 عناصر. كم عنصر؟ 3 عناصر، ومحدش ينتجها مره واحده يا سنه اولى. محدش يقول مثلا سماد نبك في عينك، تتنطق كل عنصر لوحديه. سماد NPK يبقى اهم واشهر انواع الاسمده سماد NPK. طبعا السماد ده بيتكون من 3 عناصر. مين هم العناصر دي؟ N وB وK. مين الN؟ نيتروجين. برافو، يلا نكمل يا سنة أولى. مين الN؟ نيتروجين. بي فوسفور. كي بوتاسيوم. كي بوتاسيوم. كل واحد ليه أهمية أكيد للنبات. طب تعال نشوف. نيتروجين، بي فوسفور، كي بوتاسيوم. في السبوره اللي قبل دي اخذنا نيتروجين، فوسفور، بي بوتاسيوم، كي. طيب تعال نرسم كده نبات، عشان احنا بنتكلم عن الاسمده لازم نرسم نبات. ادي الجذر، ادي الساق، ادي الاوراق. طيب للاسف معيش لون اخضر بس هنمشيها زي ما انا هعمل يا سنه اولى، تعملوا معايا بالظبط. والرسمه دي مني ليكم عشان ما تتلخبطوش في اهميه كل عنصر من دول بالنسبه للنبات. انا عملت لكم الرسمه دي من وحي خيالي عشان يعني خلاص تحفظ الاهميه زي اسمك. يلا نشوف. عند الجذر يا سنه اولى هنكتب بي اللي هو فوسفور بي. هنكتب هنا بي وهنا كده بي. فوسفور بي. عند الساق هنكتب كي بوتاسيوم كي. وجوه الاوراق هنكتب ان اللي هو نيتروجين ان. طيب بي اللي تحت في الجذر تكتب الفوسفور بي يعمل على تقوية جذور النبات. يعمل على تقوية جذور النبات. يلا نطلع. كي بوتاسيوم كي فوق خالص كده. البوتاسيوم كي يعمل على النمو الصحي للنبات.
طيب نيتروجين النيتروجين اللي جوه الاوراق يبقى تعمل على اخضرار الاوراق او يعمل على اخضرار اوراق النبات بس. واي خدمه. شايفين؟ والله انها رسمه بيرفكتو على الاخر. بصوا يا سنه اولى، فوسفور بي خليه تحت، بوتاسيوم كي خليه عند الساق الكبيره، نيتروجين ام خبيه جوه الاوراق، نيتروجين ام خبيه جوه الاوراق. طيب انا بقول سماد ان بي كي، انا على طول خلاص انت عرفت الرسمه دي وهترسمها عندك وهتظبط الدنيا. انت حاطط ان اللي هو سماد ان بي كي، بنبدا بالان اللي هو النيتروجين يعمل على اخضرار اوراق النبات، يبقى نكتب كده النيتروجين يعمل على اخضرار اوراق النبات. انا بقول سماد ان بي كي، خلاص خدنا الان اللي هي جوه الاوراق تعمل على اخضرار الاوراق، بي اللي تحت فوسفور بي يعمل على تقويه جذور النبات، يعمل على تقويه جذور النبات، يعمل على تقويه جذور النبات، يعمل على تقويه جذور النبات. ادي ان ودي بي قاعد لنا الكي بوتاسيوم كي، النمو الصحي للنبات، النمو الصحي للنبات. يبقى احنا دلوقتي اخذنا الاسمده مركبات كيميائيه تستخدم في تحسين الانتاج الزراعي، تستخدم في تحسين الانتاج الزراعي. اهم واشهر انواع الاسمده سماد ان بي كي، ان نيتروجين، بي فوسفور كي بوتاسيوم كي بوتاسيوم كي. الرسمه بتاعتنا البي تحت تعمل على تقويه جذور النبات، كي بوتاسيوم كي النمو الصحي للنبات، ان اللي هي النيتروجين تعمل على اخضرار اوراق النبات. طيب ابص الاقي حد يقول لي يا ميس ده الاسمده دي طلعت تحفه وجميله وبتعمل على تحسين الانتاج الزراعي، ابص الاقيه داخل لي بشكرين 3 4 اشكره اللي هو الشكر الكبير ده من الاسمده. بتعمل ايه؟ ويدلجهم مره واحده على التربه. بتعمل ايه؟ يقول لي اصل السماد مفيد في عينك، مش كل ده انت كده استخدمته استخدام مفرط، اكيد هيضر طالما انت حطيت سماد كتير، اكيد طبيعي انه هيضر بالتربه، طبيعي انه هيضر بالنبات، طبيعي هيضر بالحيوان اللي ياكل ويتغذى على النبات ده، طبيعي هيضر بالانسان اللي هو برضه هيتغذى على النباتات. فانت قال كم الكبير من الاسمده اللي رايح تحط على التربه وتقول لي مفيد؟ ما ينفعش نفرط في الشيء، الافراط بيهلك. تمام يا سنه اولى؟ احنا نستخدم الاسمده بقدر معقول بقدر معتدل، لكن الاستخدام المفرط للاسمده بيضر بيه، الاستخدام المفرط للاسمده يضر بالتربه، يضر بالنبات، يضر بالانسان وبالحيوان والبيئه بشكل عام. تمام؟ اخر جزئيه هناخدها مرتبطه بالحصص اللي فاتت، يا ريت نكون مذاكرين. اخر جزئيه نختم بها الحصه. طبعا احنا خدنا ان الماده تتكون من جزيئات والجزيئات تتكون من ذرات. انا عايزه الذره اللي هي وحده بناء وتركيب جميع المواد. اخدنا الذره يا سنه اولى اعدادي وعرفنا ان في المركز النواه، والنواه فيها نوعين من الجسيمات، بروتونات موجبه الشحنه ونيترونات متعدده الشحنه. بروتونات موجبه الشحنه ونيترونات متعادله الشحنه. قلنا التعادل يعني الاثنين، موجب وسالب، موجب تحت سالب. وعرفنا ان بيدور حول النواه الكترونات سالبه الشحنه، ايه سالب؟ الكترونات سالبه الشحنه. الكلام ده احنا كله اخدناه يا سنه اولى اعدادي. طيب انا دلوقتي لما انا اقول لك مين الموجب البروتون، مين المتعادل النيترون، مين السالب الالكترون، احنا خلاص اتعودنا وقلنا الموجب البروتون، المتعادل النيترون، السالب الكترون. بروتونات موجبه الشحنه، نيترونات متعادله الشحنه، الكترونات سالبه الشحنه. طيب وعرفنا ان النواه اللي من جوه دي الشحنه بتاعتها موجبه. ليه موجبه الناس اللي مش بتذاكر؟ لان الموجب مع السالب الشحنه بتاعت النيترونات صفر، زيرو، يمكن اهمال الشحنه. موجب تحت سالب يعني باي باي مع السلامه، ملوش اي لازمه. الشحنه الاجمالي النهائي صفر.
فتبقى الموجب. عشان كده النواه كنا بنقول النواه موجبة الشحنة. طب يا مس احنا كل ده أخدناه، دلوقتي احنا في الذرة عايزين نعرف شحنة الذرة. الذرة دي شحنتها موجب ولا سالب ولا متعادلة ولا أحوالها؟ هقول لكم الشرح العلمي واقول لكم التبسيط اللي عمركم ما هتنسوه منها. يلا بينا. انا دلوقتي دخلنا جوه النواه في بروتونات موجبة الشحنة ونيترونات متعادلة الشحنة. التعادل يا سنة أولى إن الموجب مع السالب طار وتبقى لنا الشحنة النهائية اللي هي صفر. طيب يعني دول كده طاروا مع السلامة، مش عايزينهم. الموجب اللي تحتيه سالب ده صفر، ما تاخدش بالك منهم. اتبقى موجب، والموجب بيدور حواليه السالب اللي هو الإلكترون. يعني يعتبر كده ادي النواة، ادي موجب، طبعا المتعادل ده مع السلامة هيمشي وبيدور حواليه إلكترون سالب. عندي موجب وعندي مين؟ عندي سالب. الموجب اللي هي البروتونات موجبة الشحنة، واللي بيدور الإلكترونات سالبة الشحنة. إلكترونات سالبة الشحنة هم ده اللي اتبقوا في الذرة. يا مس موجب وسالب؟ طب ما انت كنت مفهمه ان موجب وسالب يعني متعادل، صح؟ برافو. وكمان عدد الشحنات الموجبة بتساوي عدد الشحنات السالبة. يعني لو البروتونات يا سنة أولى إعدادي 7، تبقى الإلكترونات برضو ب7. تمام؟ أنا اتبقى لي موجب واتبقى لي سالب. موجب وسالب يعني متعادل. موجب وسالب، موجب عند النواة اتبقى لي بعد ما حذفت الموجب وتحت السالب وبشوا، اتبقى لي الموجب وبيدور حواليه الإلكترونات سالبة الشحنة. يعني اتبقى لي موجب واتبقى لي سالب، يعني متعادل. موجب وسالب متعادل. وكمان لو البروتونات الموجبة ب7، الإلكترونات السالبة برضو ب7. خلي بالك لأن هندخل في مسائل. لو البروتونات الموجبة ب9 تبقى الإلكترونات السالبة ب9. لو البروتونات الموجبة ب11 تبقى الإلكترونات السالبة ب11. الإيد دي حط موجب والإيد دي حط سالب بيساووا بعض. البروتونات موجبة الشحنة والإلكترونات سالبة الشحنة متساويين. بروتونات موجبة الشحنة وإلكترونات سالبة الشحنة متساويين. عشان كده الذرة متعادلة الشحنة، لأن فيها الموجب وفيها السالب وبيساووا بعض. الذرة هي متعادلة الشحنة أو متعادلة كهربيا في حالتها العادية. يعني متعادلة في حالتها العادية. ليه الذرة متعادلة؟ المفروض إن جوه في موجب وفي متعادل مع السلامة، واللي بيدور إلكترون سالب. يعني اتبقى لي الموجب يا سنة أولى واتبقى لي سالب. موجب وسالب متعادل، موجب وسالب متعادل. وكمان الموجب قد السالب. مين الموجب؟ بروتون. ومين السالب؟ إلكترون. مين الموجب؟ بروتون. ومين السالب؟ إلكترون. طيب تعال نشوف. الذرة متعادلة كهربيا في حالتها العادية. لو جالنا السؤال ده علل، خلاص احنا عرفنا ان الذرة متعادلة فيها الموجب وفيها السالب. الذرة الأم اللي احنا بندرس فيها من بداية الدرس متعادلة. اوعى تقول عليها موجبة، ده الأم الكبيرة ما ينفعش تاخد موجب لوحده، ما ينفعش تاخد سالب لوحده، اديها كله، اديها متعادل. يعني موجب وسالب وقد بعض. الذرة اعتبرها الأم الكبيرة بتاعتنا. في المركز موجب وبيدور حوالين الموجب سالب، وده لو 7 تبقى ده برضه ايه؟ 7. يبقى الأم متعادلة اللي هي الذرة. الذرة متعادلة كهربيا في حالتها العادية. لو جيب السؤال ده علل، طب ما انت عارف ان الذرة، عارفين ان الذرة متعادلة دي بالنسبة لي جت لنا متعادل يعني واخد الموجب واخد مين سنة تانية؟ هي سنة أولى متعادل يعني واخد الموجب واخد السالب. برافو. مين الموجب؟ بروتون. مين السالب؟ إلكترون. يبقى تكتب، ولو ده 7 يبقى ده 7. متعادل يعني موجب وسالب، متعادل يعني موجب وسالب، بروتون وإلكترون. هتكتب لي تساوي عدد الإلكترونات السالبة التي تدور حول نواة الذرة مع عدد البروتونات الموجبة التي توجد داخل نواة الذرة، لتساوي عدد الإلكترونات السالبة التي تدور حول نواة الذرة مع عدد البروتونات الموجبة متساويين مع عدد
البروتونات الموجبة التي توجد داخل نواة الذرة، التي توجد داخل نواة الذرة لتساوي عدد. طب حد يقول لي مس عادي لو كتبت لتساوي عدد البروتونات الموجبة مع عدد الإلكترونات السالبة، والله برافو الاتنين صح، بس هتلاقي نفس الصيغة دي في الكتاب عشان يعني تبقى متدرب عليها. لتساوي عدد الإلكترونات السالبة التي تدور حول نواة الذرة مع عدد البروتونات الموجبة التي توجد داخل نواة الذرة، أو لتساوي البروتونات الموجبة مع الإلكترونات السالبة. يلا كده على مهلكم معايا دلوقتي. مين دي؟ الذرة. مين اللي في النص؟ نواة، برافو. والنواة فيها نوعين من الشحنات، موجب ومتعادل، وبيدور حواليهم إلكترون سالب. تعال ناخد الموجب. مين الموجب؟ بروتون. مين المتعادل؟ النيترون. مين اللي بيدور وبيلف اللي هو السالب؟ الإلكترون. طيب أنا عايزة شحنة النواة، شحنة النواة، وعايزة شحنة الذرة. تعال ندخل على النوايا سنة أولى إعدادي. النواة فيها موجب وفيها متعادل، دول يلا مع السلامة باي باي. شحنتهم بصفر تبقى مين؟ الموجب. يبقى شحنة النواة موجبة، موجبة الشحنة. الذرة المثل اللي نازلة تقول الذرة الأم ما ينفعش تاخد موجب لوحده ولا سالب لوحده، نديها كله، كله ده يعني متعادل موجب وسالب. يبقى الذرة متعادلة الشحنة، متعادلة الشحنة. الذرة متعادلة الشحنة، دول مع السلامة مشيوا، اتبقى لي موجب واتبقى لي سالب، موجب وسالب متعادل، موجب وسالب متعادل، موجب وسالب متعادل، لان اللي كان هنا طاروا مع السلامه. يبقى الذره فيها الموجب وفيها السالب، يبقى متعادله الشحنه. لتساوي عدد الالكترونات السالبه التي تدور حول نواه الذره مع عدد البروتونات الموجبه التي توجد داخل نواه الذره. كده انا خلصت حصه يا سنه اولى. باجي ان انتوا تخلصوا مذاكرتكم اول باول، لان انتوا شايفين الضغطه اللي احنا فيها. واشوفكم الفيديو الجاي على خير، هتوحشوني كتير يا احلى طلاب.